بص يا اخواتي، عشان رايح افطر، انا بفطر قبليكوا بساعة. عايز اقول لكم انتوا كاهلاويه كجمهور الاهلي عليكوا عامل لا يقل اهميه عن اداره النادي الاهلي. سيب الامور القانونيه للنادي الاهلي، قسما بالله عمر ما اداره النادي الاهلي هتضيع حقك. خلاص هي ركبت معانا ونشفوا دماغهم، واللي يعني اللي شايف نفسه اسد ينزل في الساحه، الفارس ينزل في الميدان والله العظيم. طب دورك انت كجمهور ايه؟ ركز معايا الله يبارك لك، حتى لو مش طايقني يا عم اسمع مني الكلمتين دول الله يبارك لك. الله يبارك لك، مش لازم تاخد الفيديو مثلا تشيره، لا انت ممكن تقول الكلمتين اللي انا هقولهم دول على صفحتك وما تقولش محدش شايفك، لا في ناس بتشوفك وفي ناس متابعاك. حتى لو الواحد ده بياخد منك بيروح يتابع. عشان ما اطولش عليك، من النهارده، من دلوقتي، من الثانيه اللي بكلمكم فيها دي لازم نقاطع كل حاجه تخص الكره المصريه، سواء سوشيال ميديا او اعلام في التلفزيون او مباريات كره قدم. ما يروحش بقى الاسيوطي النهارده خسر اطلع احفل عليه، انت هنا بتعمل دعايه سلبيه للاسيوطي وللدوري المصري. الزمالك النهارده خسر بتتكلم عليه، بتقول ايه بص الزمالك بليله ومش عارف ايه، ولا انت برضه هنا بتعمل دعايه سلبيه ليهم. فهنا في دعايه، فاحنا مش عايزين نتكلم عليهم لا بالخير ولا بالشر. طيب في ناس اهلاويه معلش انا اسف يعني بياكلوا عيش تمام، هيطلعوا يتكلموا على الامور السلبيه سواء للاسيوطي او للزمالك او لاي فرقه او لخبر غير النادي الاهلي. انت هنا مهمتك ما تتابعهوش، ما تعملوش لايك، ما تتفاعلش معاه، ما تعملوش مشاهده. هو يومين بالظبط هيلاقي ما عندوش تفاعل، هيغير ويتكلم على النادي الاهلي، يتكلم بقى عن اساطير النادي الاهلي، عن تاريخ النادي الاهلي، هنعمل ايه بقى في الدرجه الرابعه عشان نطلعوا من الدرجه الرابعه الدرجه الثالثه الدرجه الثانيه للممتاز الف بقى والكلام دوت. غير كده ما تتابعهوش. عليك عامل قسما بالله لو طبقت الكلام ده يومين اتحاد الكره هيصوت، الرابطه هتصوت، قنوات اون سبورت هتصوت، اي اعلامي غير اهلاوي بيتكلم في حاجه غير الاهلي لو عمل كده معاكو قسما بالله هيصوت. الله يبارك لكم، الله يبارك لكم. المقاطعه مطلوبه من جمهور النادي الاهلي. اداره الاهلي احنا في ظهرها، النادي الاهلي احنا في ظهره تمام. احنا كلنا عارفين وخدوها مني مش هنكمل الدوري الا لو اعاده المباراه بتحكيم اجنبي، وان شاء الله هو ده اللي هيحصل. ما حصلش من هنا لحد ما يحصلش احنا مقاطعين. وزي ما قلت لكم انت اللي عملت النجوم ديت سواء سوشيال ميديا او مشاهير او اعلام، وانت اللي تنزلهم تحت. ما تستهينش بالقوه بتاعتك، انت كاهلاوي عندك قوه يهاب منها قسما بالله. استخدمها في الصح وقاطع، لا تنشر اخبار سلبيه ولا ايجابيه عن اي فريق، ولا حتى تتكلم على نتيجه، ولا تقول ده بص مش عارف الاسيوطي خسر بعد مش عارف ايه، ولا الزمالك كسب مش عارف مين، ولا التحكيم مش عارف ايه. مالكش دعوه باي حاجه، مالكش دعوه باي حاجه. انا عارف ان ممكن ما تقدرش بس حاول وهتقدر وهتجيبها. مش مستحيله، هي صعبه بس انت هتقدر. وان شاء الله باذن الله نخليهم كلهم يعيطوا شبه النسوان، لان احنا معانا حق وصاحب الحق سلطان. ونتقابل بعد كام يوم والكل بيسيح وبيقول لك الاهلي نادي الدوله، عشان احنا فعلا الباب الرقم واحد فيها. بتوع الوطنيه اللي عايزين يدخلوا السياسه في الكوره ما تقلقوش، الملف ده برضه ممكن نضموه مع الفيفا عادي يعني، مفيش اي حاجه.